تحية لكم مشاهدينا في كل مكان. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون الدولة الإريترية، نستهلها بالعناوين. إقليم جنوب البحر الأحمر يقيم أعماله. أنشطة ناجحة لحماية الآثار في الإقليم الجنوبي. ازدياد عدد المدارس الثانوية في إقليم عنسبة. الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة والوسطاء يتابعون ضمان تنفيذه. أمريكا ترفع كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. إجلاء آلاف الأشخاص بسبب ثوران بركان في إندونيسيا. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. قيمت إدارة إقليم جنوب البحر الأحمر أعمالها التي أنجزت في عام 2024، وناقش المشاركون برامج العام الحالي يوم أمس 15 من يناير. وتم خلال التقييم عرض ومناقشة تقارير وخطط العمل حول نقاط القوة وأوجه القصور والتحديات في تنفيذ البرامج وتضافر الجهود المبذولة لحلها ومناقشتها بالتفصيل. وبحسب التقارير فقد زاد إنتاج الأسماك التي يتم اصطيادها بالقوارب والأقدام بنسبة 56% عام 2023، وتمت شتل أكثر من 30,000 شجرة شورى مزروعة على مساحة 50 هكتارا على الساحل والجزر، ونما 86% منها. وذكر التقرير أن متوسط هطول الأمطار بلغ 182 ملم على مستوى الإقليم، وتم حرث وزراعة 210 هكتار من الأراضي، بالإضافة إلى زراعة 85 هكتار من الخضروات والفواكه. وكانت المشاركة العامة في برامج الحفاظ على التربة والمياه بشكل عام عالية في بناء السدود وقنوات الري ومستجمعات المياه وأحواض البنية التحتية والصرف الصحي والجراكن، وفي بناء وصيانة الطرق الترابية الفرعية، وأنها مستمرة بشكل جيد. وأشاد حاكم الإقليم السفير محمد سعيد منتاي بتكامل الحكومة والجبهة والمشاركة الهائلة للشعب في العام الماضي، وحث الجميع للاجتهاد في تحسين واستمرار النشاط والتضافر الملحوظ الذي مكنهم من إنجاز ما تم إنجازه. أعلن المدير العام لقسم الثقافة والرياضة في الإقليم الجنوبي السيد أبراهام يوحنس في الاجتماع الذي عقد في مندفرة في 14 من يناير، أعلن أن أنشطة الحفاظ على التراث الناجحة تم تنفيذها في عام 2024 بفضل زيادة وعي المجتمع بأهمية التراث. وأوضح القيام العام الماضي بدراسات استكشافية وحفريات بالتعاون مع قسم الثقافة والرياضة في الإقليم الجنوبي وخبراء مفوضية الثقافة والرياضة، وإجراء تنقيب ناجح في منطقة إجرمخل بمعلومات مستقاة من الشعب والعثور بشجرة تحولت إلى صخرة في عد كزنابة. وذكر تنفيذ برامج مسوحات ودراسات أثرية في دير أبوني ليبانوس لحيون وفورتو كودارينو وكسكسي. وحول الأنشطة الرياضية قال إن أندية الدراجات وألعاب القوة تعمل لتنشئة الرياضيين الجدد، وحث على زيادة دور إدارات المديريات ومسؤولو الرياضة والثقافة لسد النقص الموجود. ودعا المشاركون إلى إنشاء متحف إقليمي والتركيز على الأنشطة الثقافية في المديريات وتسريع عملية فرش أرضية استاد مندفرة، وحل مشكلة النقص في درجات السباقات وجمع الإيرادات لتطوير الرياضة. وقال حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبتاب تسفسيون إن إدارة الإقليم ستعمل بجدية لمعالجة النقص الحالي. أفاد مسؤول المدارس الثانوية في إقليم عنسبة الأستاذ تخلي سنبتزراي بأن عدد المدارس الثانوية في الإقليم ازدادت بنسبة 32% في السنوات الخمس الماضية.
وذكر بأن كفاءة الطلاب التعليمية في تطور مستمر نتيجة إرساء البنية التحتية التعليمية وارتفاع عدد الطلاب المتوجهين إلى ساوا لإكمال الصف الثاني عشر إلى عدد 1715 طالب وطالبة، بالإضافة إلى زيادة الطلاب المتخرجين من الكليات. وأشار إلى أن عدد الطالبات ازدادت في السنوات الثلاث الماضية إلى نسبة 50%، ويتطلب بذل المزيد من الجهود في مديريات قلب وحلحل وأسماط. توجد في إقليم عنسبة 25 مدرسة ثانوية تستقبل حوالي 11,000 طالب. أفادت إدارة مديرية الصنعفي أنه سيتم تكثيف برامج الحفاظ على التربة والمياه هذا العام. وقد أشاد مدير مديرية الصنعفي السيد إدريس علي الشكر خلال الاجتماع الذي عقده في مدينة الصنعفي في 16 من يناير بمشاركة الأهالي في تنفيذ البرامج المخطط لها، وحث على تعزيز التنسيق بين الحكومة والجبهة والقوات الدفاعية. وأضاف أن طريق غولو تلهنر الجديد الذي يتم إنشاؤه إلى جانب إنشاء مؤسسات مختلفة بالتعاون مع شركة السكن للإنشاءات والفرقة الرابعة عشرة ضمن البرامج التي سيتم تنفيذها هذا العام. وطرح المشاركون الاهتمام بتوفير الأدوات اللازمة لأعمال النفير الجماعي وإصلاح المدارس القديمة والمباني الصحية ودراسة مشكلة مياه الشرب في القرى وآراء أخرى. قال مربو النحل في إدارة ضاحية ديك عندو التابعة لمديرية علا برعد بإقليم عنسبة إنهم يعملون على إثراء إنتاج العسل. وقال هؤلاء النحالون النموذجيون بأنهم تمكنوا من حصاد محصول مربح وتحسين سبل عيشهم من خلال جهودهم في استغلال الموارد المتاحة في المنطقة. وقال السيد قبرز جبر خطاب الذي يتمتع بخبرة في هذا المجال تزيد عن 60 عاما إنه يحصد ما يصل إلى 100 كيلوغرام من العسل سنويا من خلايا المناحل التقليدية، حاثا الجهات المعنية على الاهتمام بهم في جهودهم لزيادة إنتاجهم من خلال إدخال الخلايا الحديثة. وقال السيد هبتزقي كفل مريم الذي يملك 32 خلية إنه يحصد ما بين 18 إلى 30 كيلوغراما من العسل من الخلية الواحدة و2 إلى 3 كنتال سنويا. وقال مدير الضاحية ديك عندو السيد سفايسوس بخرم إن أكثر من 90% من الناس يستخدمون خلايا النحل التقليدية، وأوصى بتوزيع المناحل الحديثة عليهم لتحقيق نتائج وفوائد أفضل. وقال مسؤول الزراعة السيد زمهرة من قستابة إن وزارة الزراعة ساعدت مربي النحل في جهودهم لإنتاج منتجات أفضل من خلال استغلال الموارد المحلية. يوجد 180 مربي نحل في إدارة ضاحية دك عندو يمتلكون 236 خلية تقليدية و25 خلية حديثة. قدم مواطنون في الداخل والخارج تبرعات مالية لأسر الشهداء وصندوق الدعم الشهداء. وبحسب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية تبرع مواطنون بمبلغ 3600 دولار أمريكي. وتبرع موظفو شركة ترانس هورن للنقل وأصحاب وسائقي الشاحنات نقل المواد الجافة والسائلة بمبلغ 459,800 نقفة لرعاية أسر الشهداء. بالإضافة إلى ذلك تبرعت الجالية الإريترية في غرب ستوكهولم بمبلغ 2200 كرونر سويدي. والمواطن المقيم في فرانكفورت بألمانيا السيد منا محاري تبرع بمبلغ 16,025 نقفة. و10 مقيمين في النرويج تبرعوا بمبلغ 7,500 كرونر سويدي. والمقيم في فيرجينيا مناسي يوسف تبرع بمبلغ 15,000 نقفة. مشاهدينا، كانت هذه حصيلة الأنباء على الصعيد المحلي. فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فكونوا معنا.
أهلا بكم. على الصعيد العالمي، أعلن الوسيط القطري التوصل لاتفاق وقف لإطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة، ودعا للهدوء في القطاع لحين بدء تنفيذ الاتفاق يوم الأحد 19 من يناير. وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت إنه تم التأكيد رسميا في إسرائيل على صفقة وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة وإسرائيل. وأفادت مصادر بأنه من المتوقع بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة خلال يومين أو 3 أيام، مضيفة أن هناك بروتوكولا إغاثيا إنسانيا يرتبط بتطبيق المرحلة الأولى ويتضمن إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا. وأضافت المصادر ذاتها أنه حسب الاتفاق سيعود النازحون من جنوب قطاع غزة إلى شماله بدون أي عوائق. وقالت إن الجيش الإسرائيلي سينسحب خلال المرحلة الأولى من الاتفاق إلى حدود غزة بعمق 700 متر. أعلنت كوبا عزمها إطلاق سراح 553 شخصا مسجونين لارتكابهم جرائم مختلفة في خطوة تندرج في إطار مفاوضات ترعاها الأمم المتحدة والفاتيكان، وتأتي بعد أن رفعت واشنطن الجزيرة من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. وقالت وزارة الخارجية الكوبية في بيان إنه في الأيام الأولى من شهر يناير قرر الرئيس دياز كانيل منح الحرية ل 553 شخصا عوقبوا بموجب الإجراءات القانونية الواجبة على جرائم مختلفة. وجاء الإعلان الكوبي بعد قرار رئيس الولايات المتحدة جو بايدن رفع الجزيرة من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب في بادرة حسنية تهدف إلى تشجيع المحادثات الجارية برعاية الكنيسة الكاثوليكية في الجزيرة للإفراج عن عدد كبير من السجناء. وقال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغر إن الولايات المتحدة اتخذت إجراءات تسير في الاتجاه الصحيح، لكن الحصار لا يزال قائما، في إشارة إلى الحظر الاقتصادي الأمريكي المفروض منذ عام 1962 على الجزيرة الشيوعية. أكدت السلطات الإندونيسية إجلاء آلاف الأشخاص بعد ثوران بركان جبل إيبو الواقع على جزيرة هالماهيرا الثنائية في مقاطعة مالوكو الشمالية. وأصدرت الوكالة الجيولوجية الإندونيسية في بيان تنبيها على أعلى مستوى، مما دفع السلطات المحلية إلى دعوة السكان الذين يعيشون بالقرب من الموقع البالغ عددهم 3000 نسمة إلى الإخلاء. وتم بالفعل إجلاء 517 من سكان القرية الأقرب إلى البركان، بينما من المتوقع أن يتبعهم السكان الآخرين بعد الظهر. وتشهد إندونيسيا، وهي أرخبيل شاسع يقع على طول حزام النار في المحيط الهادئ، نشاطا زلزاليا وبركانيا متكررا. أطلقت شركة بلو ريجن صاروخها الجديد الضخم في أول رحلة تجريبية له، ليكون بذلك أول قمر صناعي يرسل إلى مدار على بعد آلاف الأميال فوق الأرض. صاروخ نيوغلين انطلق من فلوريدا، أي من نفس المنصة التي استخدمت لإطلاق مركبتي الفضاء مارينز وبايونير التابعتين لناسا قبل نصف قرن. واستغرق صنع الصاروخ سنوات، وجرى تمويله من مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس، وهو يحمل منصة تجريبية مصممة لاحتضان الأقمار الصناعية أو إطلاقها إلى مداراتها المناسبة، ويبلغ ارتفاعه 98 مترا. مشاهدينا الأكارم، نختم نشرة هذا المساء بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. إقليم جنوب البحر الأحمر يقيم أعماله.
أنشطة ناجحة لحماية الآثار في الإقليم الجنوبي. ازدياد عدد المدارس الثانوية في إقليم عنسبة. الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة والوسطاء يتابعون ضمان تنفيذه. أمريكا ترفع كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وإجلاء آلاف الأشخاص بسبب ثوران بركان في إندونيسيا. سادتي سيدات، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.